مساء الخير. معانا حلقة جديدة من بودكاست الفرصة الحلوة، والفرصة معانا النهاردة قوية جدا جدا جدا، لأن احنا معانا شركة من أقوى الشركات اللي أثبتت نفسها في السوق وعملت أكتر من مشروع، والناس كلها بتسمع عنها حاليا في اسكندرية وفي القاهرة. فهنتكلم مع أستاذ محمد إسماعيل ضيفنا العزيز النهاردة، تيم ليدر من كيو ديفلوبمنت، عن مشروعات الشركة. أهلا بيك مستر محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. اتفضل معاك. في الأول كده عايزين نتكلم عن مشروعات الشركة، عن الهيستوري بتاعها، عن بدأنا إمتى، ايه اول مشاريع هنتكلم عنها. يعني جميل. انا مش عايز اتكلم كتير، انا عايز المشاهدين كلهم يسمعوا حضرتك وتقول لنا بقى كل حاجه. اولا اهلا بحضرتك، اهلا بيكم عندنا في كيو. اهلا بيك. لو بدانا نتكلم عن كيو، اول حاجه هتكلم عنها من نقاط القوه عندنا هو الاونر استاذ شريف حليو والباشمهندس احمد ثابت رئيس مجلس الاداره، لان هم اكتر من 25 سنه خبره في السوق العقاري المصري بشكل عام. 25 سنه، اكتر من 25 سنه يعني في السوق العقاري المصري بالظبط. وعشان كده في تراكم خبرات، ده اللي انا ذكرت النقطه دي عشان حجم الخبرات الكبير في السوق العقاري المصري بشكل عام والساحل الشمالي بشكل خاص. بناء على الخبره الكبيره دي في الفتره دي كمان اتسلم اكتر من 9 مشروعات تم تنفيذهم وتسليمهم بالفعل. فمع تراكم الخبرات بالحجم الكبير ده، انت مع كل مشروع بتنفذه وتسلمه بيكون المشروع اللي بعده بتتلافى فيه لو كان فيه عيوب او نواقص في المشروع اللي قبله، فبتوصل بتقرب قدر الامكان للكمال. احنا كده معانا هيستوري قوي بالظبط. يعني، ده حقيقي كتير اتسلمت بالظبط. ده حقيقي فعلا. اما شركه كيو، مسمى كيو، احنا موجودين في السوق العقاري المصري تقريبا من خلال سنتين تحت اسم كيو. في خلال السنتين دول نقدر نقول موجودين من خلال 4 مشروعات قويين جدا. 4 مشروعات اتنفذ منهم بالفعل على ارض الواقع، على كورنيش اسكندريه في سان ستيفانو. مشروع كيو سان ستيفانو اسكندريه كلها بتعدي عليه ومعروف. طبعا ده بالفعل. دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن كيو سان ستيفانو وعن جماله، والناس كلها رايحه تتفرج عليه. يعني لسان جوه البحر مباشره في منطقه سان ستيفانو. جميل بصراحه. ده حقيقي. ده اول مشروع تم تنفيذه على ارض الواقع. في مشروع كيو نورث الساحل الشمالي، ده اللي احنا هنتكلم عنه باستفاضه. هنتكلم عنه باستفاضه فعلا. كيو نورث الساحل الشمالي كيلو 136 في قلب سيدي عبد الرحمن. في مشروع كيو هيلز نيو زايد في مكان يعتبر يعني بيطلق عليه جولدن سكوير من كتر ما هو فيه تجمع لاكبر البيج نيمز كلهم واكبر المطورين العقاريين في مصر. هم جيرانك المباشرين، سودك، اعمار، اورا، نايا، هم دول جيرانك المباشرين. دول مشروع قوي جدا جدا جدا. والفكره بتاعته ان انت في اعلى مستوى على الاطلاق على محور الضبعه في نيو زايد، وبتقدم مستوى ما يقلش ابدا عن المطورين الكبار اللي حوالين منك، بس بسعر منافس جدا. دي المعدل اللي بيقدمها مشروع كيو هيلز، برضه هنتكلم عنه. والجديد بقى ان شاء الله السيزون الجاي، الصيف الجاي، هيبقى فيه مشروع كيو باي، ده ساحل شمالي في موقع تحفه. ده المفاجاه بتاعتنا، المفاجاه ان شاء الله السيزون الجاي ان شاء الله. كيو باي هيبقى بحر الطريق وفي لوكيشن تحفه هنتكلم عنه بالتفصيل. فانت كمطور عقاري لما تبقى بظرف سنتين بس موجود ب4 مشروعات بمستوى عالي جدا، فده بيدل على ان انت يعني صارم قوي ومهتم قوي ان انت تكون بيج نيم في فتره صغيره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بما اننا داخلين على سيزون الصيف، فنبدا كلامنا طبعا على كيو نورث. قول لنا بقى ايه كيو نورث ده مستر محمد؟ من عينيا، حاضر. دايما اي مشروع لما بنتكلم عن اي مشروع عقاري بتلاقي اغلب الكلام عن المساحات، الاسعار، البيمنت بلانز، الكلام ده كله. لما بتكلم عن كيو نورث بالتحديد اغلب كلامي بيبقى عن فكرته، عن فكره كيو نورث. فكره مميزه بالظبط كده. اخر حاجه بتكلم عنها خالص مساحات، اسعار، بيمنت بلانز، الكلام ده كله. لان ما اقدرش اقول ابدا ان عن كيو نورث ان مشروعات الساحل زاد واحد، مش كده ابدا. لان كيو نورث بيقدم معادله جديده ما كانتش موجوده قبل كده. ايه الفكره؟ الفكره بدات، او الفكره جت بعد دراسه سوق الساحل الشمالي، دراسه تسويقيه. اي مطور عقاري، اكيد حضرتك عارف الكلام ده، اي مطور عقاري ناجح شغال صح لازم يدرس السوق. بالظبط كده. قبل ما يقدم منتج عقاري ما في سوق ما بيدرس السوق ده، مظبوط، عشان ما يكونش في حاجه بتقدم نفس المنتج اللي عايز يقدمه فبيقدم حاجه متكرره، وممكن يكون في غيرك بيعملها افضل منك كمان، فيبقى تكرار، فيبقى انت عملت مشروع غير ناجح وغير مطلوب، او في غيرك بيلبيه.
صح. لكن لما تدرس سوق ما فتلاقي ان في طلب على شيء ما مش موجود وانت تدخل تلبيه، ده قمه النجاح لاي مطور عقاري. وده اللي حصل بالفعل. اتعملت دراسة تسويقية لسوق الساحل الشمالي، والدراسة دي بشكل مختصر يعني كان نتيجتها ان سوق الساحل بيطرح اختيارين تقريبا ما لهمش تالت. اما مشروعات بحر الطريق مستوى رفاهية عالي مظبوط، بس بقت اسعار يعني مبالغ فيها شويتين ثلاثة على حسب بقى الديستنيشن نفسها اللي كده. بيختارها العميل. بالظبط يعني كده، بالظبط كده. فلو انا حد عندي قوة شرائية ان انا عايز حاجه مثلا في رينج من 4 مليون لحد 9 مليون، ده حد عنده قوه شرائيه. بس هيصطدم ان ممكن الرينج ده ما يلاقيش بيه حاجه المستوى اللي هو بيتمناه كمستوى عالي من الرفاهيه والخصوصيه، فهيلاقي ان البديل الوحيد هيشوف في قبلي. وقبلي في الساحل الشمالي ما قبل وجود كيو نورس، مفهوم قبلي مستوى الرفاهيه متواضع شويه. يعني دايما بتلاقي العمارات ارتفاعات عاليه 6-7 ادوار، ممكن مظبوط. اكتر. لو في حمام سباحه او 2 يبقى كده الدنيا حلوه قوي، يبقى كده ايه بالظبط كده. فالدراسه التسويقيه دي وضحت ان في جاب كبير قوي بين التو اوبشنز دول. يعني انا يا اما بحر الطريق بسعر مبالغ فيه، يا اما قبل الطريق بمستوى رفاهيه متواضع. ليه ما يبقاش في مشروع في الساحل الشمالي بيطرح المعادله الصعبه او بيقدم المعادله الصعبه ويجمع بين مستوى عالي من الرفاهيه والخصوصيه وبسعر معقول؟ كيو نورس اتوجد علشان يحقق المعادله الصعبه. يعني نقدر نقول ان كيو نورس من اميز المشروعات في القبلي في الساحل الشمالي كله. ده حقيقي، وهيبان كمان في اخر الكلام. في اخر الكلام لما الصوره تكتمل عن كيو نورس هتبان ليه كيو نورس بيقدم معادله الصعبه وازاي قدر انه يجمع بين مستوى عالي من الرفاهيه والخصوصيه وسعر معقول. انا سامع حضرتك بتقول الرفاهيه والخصوصيه يعني اكتر من مره، فانا حابب ان انت تشرح لنا ايه الرفاهيه والخصوصيه في ايه بقى بالظبط. اول حاجه اللوكيشن. انت بما ان انت قلت ان الفكره اللي هتحقق المعادله الصعبه وتجمع بين الرفاهيه العاليه والخصوصيه، ان المفتاح السحري او كلمه السر هي قبل الطريق. مظبوط. لان مكون سعر اي عقار ايه؟ هو سعر الارض وسعر وتكلفه العمليه الانشائيه. مظبوط. فلما تكون انت كمطور سعر الارض عليك معقول، فمهما تعمل من بينيفيتس ومهما تعمل مستوى رفاهيه عالي هيظل السعر النهائي البيع اليونت معقول قوي. طيب فين قبلي؟ ما الساحل طويل عريض، ده اللي بيكسبه العميل. بالظبط كده. اخترنا اكتر مكان على الاطلاق في الساحل الشمالي من حيث اعلى مستوى اجتماعي، كل الخدمات تقريبا موجوده فيه، كل البيج نيمز والبراندات الكبيره موجوده فيه. سيدي عبد الرحمن طبعا سيدي عبد الرحمن حدث ولا حرج، كل البيج نيمز كلها في سيدي عبد الرحمن، اعلى مستوى اجتماعي كله في سيدي عبد الرحمن. وسيدي عبد الرحمن تقريبا المكان الوحيد اللي في الساحل الشمالي اللي عمران يمين وشمال. صح. كل الخدمات موجوده في سيدي عبد الرحمن، فاخترنا سيدي عبد الرحمن. سيدي عبد الرحمن طب فين بالتحديد في سيدي عبد الرحمن؟ مش على الاطراف، احنا في قلب سيدي عبد الرحمن، الكيلو 136 مباشره امام مراسي وستيلا هايتس. امام مراسي وستيلا هايتس كيلو 136. فلوكيشن يعني نقدر نقول برايم لوكيشن مميز جدا. تاني حاجه مساحه كيو نورس. المعروف ما قبل كيو نورس، مش كده بقول دايما كيو نورس هو فكره جديده، ما قبله غير ما بعده. يعني هو قدم فكره جديده. دايما مشروعات القبلي مساحتها صغيره، تلاقي رينج مساحه المشروع من 10 ل 15 فدان 20 فدان بالكتير. ده اغلب مشروعات الساحل في القبلي. ده حقيقي. مشروع كيو نورس مساحته 100 فدان. طب ايه ميزه ان مشروع مساحته كبيره او 100 فدان بالنسبه لي انا كحد باقتني شاليه او فيلا جوه كيو نورس؟ حاجه مهمه جدا، الامتداد البصري والشعور بالعمق. شعور غير مريح ابدا ان انا لما مد بصري ابقى من اول المشروع شايف اخره او من اخره شايف اوله، وكانه صوره بنى وترص جواه مجموعه بيوت. ده شعور سلبي وغير مريح نفسيا. غير على العكس الاقي مشروع طبعا ضخم بالظبط كده. ده اللي بنسميه بالظبط ده اللي بنسميه الشعور بالعمق او الامتداد البصري. كل ما مد بصري في اي اتجاه شايف مساحات خضراء، شايف فيلا شكلها حلو، شايف حمام سباحه، شايف شوارع عريضه. فمساحه المشروع انه 100 فدان فبتحقق الامتداد البصري والفيو مفتوح، فدي بتبقى نقطه نفسيا قويه جدا ومريحه جدا. حلو. طيب نقطه بقى خطيره. ايوه. ال100 فدان دول انت باني على كام في المية منهم؟ ده اهم معيار من معايير الرفاهيه والخصوصيه. بالظبط. لان انا ما اقدرش اتكلم عن رفاهيه وخصوصيه نهائي وانا عندي كباستي عالي او انا عندي نسبه مباني على الارض عاليه.
اهم معيار من معايير الرفاهيه ان يكون عدد ناس قليلين عايشين على قطعه ارض كبيره. صح، ده بالبلدي كده الكاباسيتي اصلا بتاعه المشروع بالظبط كده. طب بناء عليه من اصل 100 فدان اللي هي مساحه كيو نورث انت باني على كام في الميه؟ فاجئنا بقى. لا تتخطى 16%. 16%. يعني من اصل 100 فدان 16 فدان فقط هم اللي عليهم مباني. يعني اكتر او حوالي 84 فدان عباره عن خدمات. قول لنا بقى مستر محمد ايه الخدمات؟ يعني لما نقول ان من اصل 100 فدان وفي 84 فدان خدمات، يعني شوارع عريضه جدا، يعني مسافات مرتاحه قوي بين البنايات وبعضها، يعني مساحات خضراء هي الغالبيه العظمى من الماستر بلان، والووتر فيتشرز مسطحات مائيه هي الغالبيه العظمى من الماستر بلان. مساحه ضخمه جدا يعني بالزبط. طبعا هتبقى مريحه جدا اللي هيعيش هناك. ده حقيقي. حاجه حقيقي. جميله. طيب تقدر تقول لنا معلش معاك تقدر تقول لنا شكل التايبس هيبقى عامل ازاي؟ هل في شاليهات وفلل، في ستاند الون، في توين، في تاون، شاليهات عامله ازاي؟ هكلمك عن التايبس في الاخر لان انا هفكرك باللي قلته في اول كلامنا ان دايما بتكلم عن اغلب كلامي عن كيو نورث بيبقى عن فكره كيو نورث. فاحنا اتكلمنا عن اللوكيشن في قلب سيدي عبد الرحمن امام مارس والستيلايت، اتكلمنا عن المساحه 100 فدان وبنين على 16 بالظبط 16% بس مباني، 84 فدان خدمات. حابب اتكلم عن ان حتى نسبه المباني القليله قوي دي اللي هي 16% مباني، ارتفاع المبنى ارضي واول فقط. ارضي واول. يعني ممكن واحد يقول لك ايه طب عوض بقى، يعني انتوا 16% بس مباني، عوض بقى واعمل ارتفاعات. ايوه حتى ابني بقى بالظبط كده. حتى نسبه المباني القليله قوي دي 16% ارتفاعات المباني G+1 فقط، وجزء بسيط جدا لا يتخطى 10% من الماستر بلان G+2 بيبقى ارضي واول وتاني. ده ناطحات السحاب بتاعت كيو نورث، ارضي واول وتاني، ده اعلى حاجه بالظبط كده. لكن حوالي 90% من الماستر بلان ارضي واول فقط. يعني كده اي كلاينت بيشتري في كيو نورث يا اما بيشتري ارضي بجاردن يا اول بروف. يا اول بروف بالظبط. ده حقيقي. ده حقيقي. زي ما قلنا كان في حرص من الاستشاري الهندسي وهو بيعمل الديزاين بتاع الماستر بلان ان يكون كل شاليه جوه كيو نورث واخد كده شكل الفيلا او هويه الفيلا. ازاي؟ زي ما قلنا ان المبنى ارضي واول، الشاليه الدور الارضي مع جاردن، شاليه الدور الاول مع روف، خلاص المبنى خلص على كده. فبقى سواء اللي بيمتلك الشاليه الارضي او الشاليه اللي في الدور الاول كانه فيلا صغيره، لان في الارضي مع جاردن والاول مع روف، ففيها نسبه خصوصيه عاليه قوي. يعني اسرتين بس اللي موجودين في البيلدينج بالظبط يعني كده. فدي حاجه مميزه جدا. ده حقيقي. حاجه كمان حابب اقولها، الماستر بلان بتاعت كيو نورث انا شايفها رائعه لان هي بتتكون من 21 كلاستر، كل كلاستر ملتف حوالين حمام سباحه. فبقى عندي 21 سويمينج بول، كل كلاستر له حمام سباحه خاص بيه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان كل حمام سباحه منهم هيبقى عليه كباستي قليل جدا. مظبوط. ولما يكون 21 حمام سباحه متوزع على نسبه المباني القليله دي، احنا 16% بس مباني متوزع عليهم 21 حمام سباحه، فده معناه ان كل واحد هيبقى واخد يعني مستوى خصوصيه عالي قوي، مستوى رفاهيه عالي قوي. بالظبط يعني كده. ده حقيقي. ده حقيقي. طب هل احنا اكتفينا بال21 حمام سباحه؟ ايه تاني؟ لم نكتفي. طبعا احنا في الساحل، والساحل يعني بالبلدي كده ميه وبلبطه، صح كده؟ طيب ما اكتفيناش ب21 حمام سباحه وعملنا بحر صغير زي ما انت بتقول. احنا اتعاقدنا مع شركه كريستال لاجونز. شركه كريستال لاجونز هي واحده من اكبر الشركات في العالم اللي بتعمل النوع ده من البحيرات، اللي هي البحيرات اللي بتحاكي اجواء البحر، اللي هي ساندي بالظبط كده، قاع رملي وشواطئ رمليه. تم التعاقد بالفعل مع شركه كريستال لاجونز، هتنفذ كريستال لاجون في قلب كيو نورث على مساحه 25,000 متر مربع. طبعا مساحه كبيره قوي زي ما انت قلت، بحر صغير. بحر صغير. مواصفاتها ايه؟ القاع رملي طبعا، شواطئ رمليه، الميه مش بس مفلتره، الميه مفلتره ومعقمه، انت بتنزل ميه زيرو بكتيريا زيرو جراثيم. وفي حاجه حابب اقولها لما بتكلم عن الكريستال لاجون، لو انا ببالغ قول لي انت بتبالغ عادي، يعني بالنسبه لي انا ديمقراطي واتقبل. يعني انا بشوف ان الطريقه دي للاستمتاع بالميه قد تتفوق على البحر بتاع الساحل الشمالي احيانا. انا معاك في الراي، لان بحر الساحل مش كله احسن حاجه. بحر الساحل فيه بعض الحاجات اللي الناس متعارفه عليها، يا اما بيكون شويه بالظبط، لو اي يوم شويه هواء قام والبحر بيبقى عالي، اغلب الشواطئ صخريه، الميه
شديده الانحدار، غويطه شويتين. انا عندي الاطفال ما بنزلهمش البحر بالزبط. ممكن انزلهم البحيره. فده وصلنا الحقيقه اغلب الناس تتفق عليها ان احنا بنروح الساحل وبننزل البسين في الاخر، لان مش كل الايام بيبقى البحر مناسب للسباحه يعني. فانا لما يكون عندي مسطح مائي مساحته 25,000 متر مربع بتنفذه شركه كريستال لاجونز، اللي هي اكبر شركه في العالم اللي بتعمل النوع ده من البحيرات، قاع رملي، شواطئ رمليه، ميه مفلتره ومعقمه، طبعا الميه شديده التدرج، يعني سيفتي جدا جدا، بامواج صناعيه عشان الموضوع يبقى ممتع، مش بس ميه كده مش متحركه، لا في امواج صناعيه. وهم على فكره حاجه حابب اقولها، شركه كريستال لاجونز هم مش مجرد اسم كريستال لاجونز، هم واخدين براءه اختراع عالميه مسجله باسمهم، ان هم بيعملوا معالجه معينه للميه، بيبقى الميه لونها كريستالي فعلا، زي ميه مطروح الحلوه اللي هي بالظبط، بيبقى الميه فعلا لونها كريستالي، يعني اسم كريستال لاجونز مش من فراغ، ده حقيقي بالظبط كده. فانا بشوف ان مسطح مائي مساحته 25,000 متر مربع بالمواصفات اللي قلناها دي، انا من حيث الاستمتاع بالميه انا بشوفه ممكن يتفوق على اغلب الشواطئ في الساحل الشمالي، ده حقيقي. ده حلو جدا. حاجه كمان، الساحل الشمالي في ندره فنادق، يعني البحر الاحمر دايما معروف اي حد رايح البحر الاحمر هو نازل فندق بالظبط، لكن الساحل الشمالي مفهوم الفنادق لا، الساحل الشمالي قريه، رايح قريه سياحيه، قرى سياحيه. ففي ندره في اتجاه من الدوله ان يبقى في يكتر شويه موضوع الفنادق في الساحل الشمالي، واحنا تعاقدنا بالفعل مع واحد من اكبر سلاسل الفنادق في العالم، مع نوفوتيل براند عالمي كبير، 5 نجوم بالظبط، تصنيفه 5 نجوم. ده تم التعاقد بالفعل، هيكون موجود جوه كيو نورث. طب ايه فايده وجود فندق عالمي 5 نجوم زي نوفوتيل جوه كيو نورث؟ بالنسبه لي انا كواحد ممكن بقتني فيلا او شاليه جوه كيو نورث. اول حاجه، لو انا هعيش في الشاليه بتاعي، ممكن انا اعيش في الشاليه بتاعي او الفيلا بتاعتي بخدمه فندقيه، بتعاقد مع الفندق مقابل فيز معينه بالظبط كده، وهعيش في الشاليه بتاعي او الفيلا بتاعتي بخدمه فندقيه. الحاجه الثانيه وهي الاهم، البعد الاستثماري. انا لما لو انا شاري للاستثمار، يعني لما اعرض شاليه او فيلا للايجار، عد معايا بقى او جمع معايا الصوره كده معاك. انا في قلب سيدي عبد الرحمن كمنطقه براند عليها طلب عالي، قرب من العلمين كبلد، بلد كامله مش قريه سياحيه. في خلال كام سنه العلمين لما تكتمل فيها الحياه دي بالفعل هيبقى فيها ملايين البشر، قرب الشديد منها 10 دقايق. كل البنفتس اللي قلناها، المبنى اللي هو ارضي واول، الجاردن او الروف، حمامات السباحه، الكريستال لاجونز، الكلام ده كله، بالاضافه ان احنا بنسلم كل الشاليهات متشطبه ومفروشه، والنقطه دي هنجي لها بالتفصيل، مفروشه متشطب ومفروش، ومع خدمه فندقيه من فندق عالمي 5 نجوم زي نوفوتيل. فانا لما اعرض شاليه بالمواصفات دي او فيلا بالمواصفات دي للايجار، فانا هطلب اعلى شريحه ايجاريه ممكنه. فوجود فندق بالحجم ده والاسم ده زي نوفوتيل بيخلي البعد الاستثماري لكيو نورث في حته تانية، يعني ممكن هو اللي يأجر لي وهو ده اللي بيتم، الفندق هو اللي بيدير العمليه الايجاريه. استاذ محمد، حضرتك قلت لنا ان انتوا بتسلموا تشطيب الترا لوكس بالفرش، ممكن تقدر تقول لنا ازاي بقى المعادله دي؟ احنا بنسلم اي شاليه هنتكلم عنه او فيلا في كيو نورث هو شامل التشطيب والفرش، احنا بنسلم متشطب ومفروش. واكتر حاجه بتوضح النقطه دي، طبعا احنا بنتكلم عن بيوت، فمهما انت وصفت على صور او على بلان مش هيبقى زي لما تشوف على الواقع. احنا عشان كده احنا عملنا 2 موك اب في السايت هناك في كيو نورث، موك اب لليونت ال1 بيد وموك اب لليونت ال2 بيد. الموك اب مبني ومتشطب ومفروش بنفس المواصفات اللي انت هتستلم بيها الشاليه فعليا. يعني انا لو معايا عميل دلوقتي اقدر اجيبه يعمل سايت فيزيت ويشوف كل حاجه على ارض الواقع، بيخش الموقع كأن دي الوحده بتاعتك بالتشطيب بالفرش اللي مفروش فيها. طيب نسبه الانشاءات بتاعتنا في المشروع قد ايه؟ نسبه الانشاءات دي من الحاجات الايجابيه جدا على فكره. زياره السايت في كيو نورث من الحاجات الايجابيه قوي، يعني العميل بيمشي من زياره السايت واخد انطباع ايجابي عالي قوي لسببين. نسبة الإنشاءات، بيشوف حجم الإنشاءات احنا تقريبا 45% من المرحلة الأولى اتنفذ. يعني احنا واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي في شاليهات بتتشطب، يعني لو رحنا زيارة للسايت بكرة هتلاقي ان في شاليهات بيتم تشطيبها الداخلي وتشطيب الواجهة الخارجية. فالحمد لله حجم الإنشاءات رائع. بمناسبة النقطة دي حابب برضو أذكر الشق القانوني. مش تعرف الساحل بيبقى مش يعني في مشروعات خدت قرار وزاري ورخصة لا والكلام ده كله. كيو نورث في قرار وزاري، في رخصة،
وفي حجم انشاءات على الارض كبير جدا، وفي الموكب. فزياره السايت بتبقى ايجابيه جدا. الراجل بيخش بيلاقي حجم الانشاءات الكبير ده، وبعدين بيخش الموكب بيشوف اليونت بتاعته لما تتسلم هتبقى عامله ازاي، فبيقول لك اديني استماره امضي انا عايز احجز دلوقتي كده على طول. تقدر تكلمنا مستر محمد عن الشكل التايبس الموجوده داخل المشروع؟ النماذج والتايبس. احنا كيو نورث مزيج من الشاليهات والفيلات. نبدا بالفيلات اللي هي التوين هاوسز، دي مكانها حصريا على شاطئ الكريستال لاجون. الفيلل على الشاطئ مباشره بتاع الكريستال لاجون. المبنى بيكون مساحته 200 متر، البيلت اب 200 متر، 3 ادوار، ارضي واول وبنت هاوس، كله بالكامل بيتسلم متشطب ومفروش، على غير المعروف دايما الفيلل بتتسلم كورن شيل، ده المعروف. لكن الفيلات في كيو نورث بتتسلم متشطبه ومفروشه، بيبقى معاها جاردن بتبدا من 130 متر وانت طالع. وزي ما قلنا بيبقى مباشره على شاطئ الكريستال لاجون. الشاليهات بنبدا من مساحه 55 متر اللي هو الوان بيد. واي شاليه بنتكلم عنه خلاص احنا عرفنا سواء بقى كانت مساحته ايه، هو معاه يا اما جاردن يا دور ارضي يا دور اول معروف. فبنبدا من 55 متر الوان بيد. التو بيدز بيبقى مساحته 90 متر، والثري بيدز بيبقى مساحته 120 متر. دي التايبس اللي موجوده في كيو نورث، غرفه وغرفتين وثلاث غرف. حلو جدا. بالنسبه بقى لتسهيلات السداد، الفلوس بقى نتكلم عن الفلوس بقى. البيمنت بقى ازاي؟ البيمنت بقى عندنا بقى مرن قوي من وجهه نظري. احنا كنا 10% مقدم، والمتبقي بيتقسط على 10 سنوات. حتى ال 10% المقدم بقى فيها بتدفع على دفعتين، ممكن ندفع 5% وبعد 3 شهور 5، والباقي بيتقسط على 10 سنين. اظن ان نسبه يعني فتره 10 سنوات حلوه جدا، كافيه قوي، خصوصا ان انت بتستلم العقد، ان انت تستلم في خلال 3 سنين. فانت بتستلم بتاخد الشاليه بتاعك تستمتع بيه ولسه قدامك. بالظبط كده يعني. بالظبط كده، ده حقيقي. طيب بالنسبه لواجهه المشروع على طريق الساحل، من اهم النقاط في كيو نورث، لان واجهه كيو نورث على طريق الساحل عريضه جدا، 720 متر، عباره عن ستريب مول. هيكون مساحته تقريبا 34600 متر مربع، يعني هيكون بالظبط، فهيكون من اكبر المولات التجاريه والترفيهيه في الساحل كله، وبالتحديد في سيدي عبد الرحمن. وانت عارف عن ايه في الساحل لما يكون يعني بالظبط كده مول تجاري ترفيهي، بتبقى من الحاجات الجاذبه جدا في منطقه الساحل. حلو جدا. ده مشروع بالنسبه كيو نورث بصراحه مشروع حلو، ولو اتكلمنا عنه طول اليوم مش انا عشان حابب بقى الخص الكلام اللي قلناه ده يعني على هيئه نقاط محدده. حلو جدا. يعني نقول كيو نورث في نقاط كويس كده. تمام. اول حاجه الفكره، احنا قلنا كيو نورث اتوجد عشان يعمل المعادله الصعبه انه يجمع بين مستوى رفاهيه عالي وسعر معقول. اللوكيشن في قلب سيدي عبد الرحمن، كيلو 136 امام مراسي وستيلو هايتس. مساحه المشروع 100 فدان، وده يعتبر مساحه كبيره مقارنه بمشروعات قبلي. قلنا بتحقق شعور بالعمق والامتداد البصري. نسبه المباني من اصل 100 فدان لا تتخطى 16%، يعني حوالي 84 فدان خدمات ومساحات مرتاحه قوي بين البنايات وبعضها. حتى نسبة المباني القليلة دي قلنا ان المبنى ارضي واول فقط، وجزء بسيط جدا ارضي واول وتاني، يعني مفيش ارتفاعات. وقلنا ان المبنى عبارة عن شاليه ارضي مع جاردن، والدور الاول شاليه مع الروف، خلص المبنى على كده خلاص. وان الماستر بلان 21 كلاستر، كل كلاستر ملتف حوالين حمام سباحه، يعني عندي 21 حمام سباحه، يعني كباستي قليل جدا على كل حمام سباحه. وقلنا ان احنا ما اكتفيناش بال 21 سويمنج بول، وتعاقدنا مع شركه كريستال لاجونز ان احنا عاملين كريستال لاجون مساحتها 25000 متر مربع، قاع رملي وشواطئ رمليه وامواج صناعيه ومياه مفلتره معقمه. وقلنا ان احنا بنسلم كل الشاليهات والفلل في كيو نورث بكامل التشطيب والفرش. وقلنا ان احنا تعاقدنا بالفعل مع سلسله فنادق نوفوتيل 5 نجوم، فندق نوفوتيل موجود جوه كيو نورث. وقلنا ان واجهه كيو نورث على طريق الساحل 720 متر عباره عن ستريب مول. فلما تعمل مقارنه كمان اتفضل، وقلنا ان البيمنت 5% و5% بعد 3 شهور و10 سنين تقسيط، وده يعتبر نظام سداد مريح جدا طبعا. فلو عملنا مقارنه بين كيو نورث بكل النقاط اللي اتكلمنا عنها مع اي مشروع تاني في قبل الطريق، هتلاقي ان كيو نورث في حته لوحده
بجد والله حقيقي هتلاقي في حته ببنفيتس مميزه جدا، بيمنت بلان رائع جدا، مستوى رفاهيه عالي قوي وبسعر معقول جدا. مستر محمد، تقدر تقول لنا اي انفورميشن عن المشروع الجديد المفاجاه اللي الناس كلها منتظراه، كيو باي؟ كيو باي بص، كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان ان شاء الله السيزون الجاي هيكون في مشروعنا كيو باي الساحل الشمالي بحر الطريق، في مكان مميز جدا، ان هو نقدر نقول كده بالظبط ما بين الساحل الطيب والساحل الشرير. وان شاء الله المره الجايه عشان تيجي تشرفنا تاني، الفيديو الجاي هنعمل فيديو مخصص لكيو بي هنتكلم فيه بالتفاصيل كلها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا اتشرفت جدا بمقابله حضرتك وبالاستفاضه في الكلام اللي احنا اتكلمنا عن كيو نورث باستفاضه جدا بكل حاجه النهارده. اليوم جميل، نورتوني وشرفتوني. استاذ احمد البربري، شركه اونلاين هومز، نورتونا في كيو. اهلا وسهلا بيك. اهلا.